خبر جميل ومهم جدا من بنك مصر وبنك الأهلي. أخيرا تم إرسال أرباح الفيسبوك ودعم اليوتيوب. وحضراتكم بالنسبة للي عامل عنده حساب على الفيسبوك وما بيعرفش يستقبل الأرباح من بنك مصر وبيجيله تم الفشل باستمرار، أنا عايز أقول لحضراتكم كل اللي هيروح يعمله حضراتكم هيروح بنك الأهلي المصري، وهناك هيروح يفتح حساب توفير، والاستقبال جميل جدا وبيعملوا له الحساب بتاعه، وبعد يومين بيتفعل ويقدر ياخد حساب الايبان ويقدر ان هو يعمل تحديث لحساب العوائد بتاعه على الفيسبوك. المهم الكلام دوت يكون قبل يوم 15 عشان خاطر الارباح هتبتدي تتحول من يوم 21 لغايه يوم 25 على البنك. واحب اطمنكم اللي مشكله فشل في الدفع بالنسبه لبنك مصر حضراتكم حلها ان انت تروح تفتح حساب في بنك الاهلي، هناك حساب توفير ومش هتتكلف اي حاجه غير الوديعه اللي انت هتحطها فقط لا غير، وممكن تسحبها بعد اسبوع بعد ما يشتغل الحساب بتاعك. وكمان الخدمه جميله جدا. وده كان فيديو النهارده بالنسبه للمشكله اللي كانت دايره بالنسبه للاتصالات والسيستم والكلام من دوت، واحب اطمن الناس كلها ان الحمد لله رب العالمين ان ربنا سترها ومصر دايما محفوظه. ربنا يا رب احفظ مصر واهلها وجيشها ورئيسها، اللهم امين يا رب العالمين. والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش ان رايكم مهم جدا لينا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم اخوكم هاني الشريف من صفحه هاني الشريف الاعلانيه وفيديوهات مجانيه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وزي ما حضراتكم مش شايفين ادي الرسالة قدام حضراتكم اهيت، بنك الاهلي فوق وتم اضافة تحويل الى الحساب البنكي. تمام، يعني المشكلة اللي كانت موجودة في الفيسبوك فشل الدفع من بنك مصر تم حلها في بنك الاهلي، ومشكلة اليوتيوب تم حلها ايضا في بنك الاهلي. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امبارح جاني خبر وفاة أخي، يعتبر يعني أخويا ويمكن أكتر من أخويا كمان. طول عمره كان شغال بيسافر في الغربة ويعيش بال5 سنين في الأردن في ليبيا عشان خاطر يبني بيت ويعيش، وربنا رزقه بالأولاد والبنات. وفي آخر أيامه اجتهد وزوج بناته، وعلى زي ما رجع عشان خاطر يستقر ما بين زوجته وأولاده افتكره الله سبحانه وتعالى وتعب تعب شديد وانتقل إلى المستشفى وتوفاه الله في هذا الوقت. يا ريت حضراتكم كل اللي بيدعمني على الصفحة يا ريت حضراتكم يدعوا له بالرحمة والمغفرة ويسكن الله في فسيح جناته، اللهم امين يا رب العالمين. يغفر له ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته. تعب وشقي وانسان طيب جدا، وكان دايما بيشقى عشان خاطر اولاده وبيشقى عشان خاطر زوجته وزوج بناته، ولكن ما كانش ليه نصيب ان هو يكمل بقية حياته اللي ما عاشهاش في وسط بيته واولاده وتوفاه الله. ارجو من حضراتكم تدعوا له بالرحمه والمغفره وان ربنا يسكنه فسيح جناته ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين، اللهم امين. وده كان فيديو النهارده، واشكركم جزيل الشكر على كل اللي هيدعمني ويكتب لي في التعليقات.